تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه الندوة بعنوان المجاعة في القرن الإفريقي وصرخات الاستغاثة قبل رمضان. مشاهدينا الكرام، إليكم بعض المعلومات والأرقام التي توضح حجم المأساة الناجمة عن موجة الجفاف التي تجتاح منطقة القرن الإفريقي. مئات الآلاف من الأطفال يواجهون الموت جوعا بسبب الجفاف وارتفاع أسعار المواد الغذائية والصراع في الصومال وفي القرن الأفريقي. في بعض المناطق من القرن الأفريقي أغلبها بالصومال يعاني 1 من كل 3 أطفال سوء التغذية الحاد، ما يعرض حياتهم للخطر. 11 مليون أو 12 مليون شخص يصارعون الجوع من أجل البقاء. اليونيسيف منظمة الأمم المتحدة للطفولة تقدر أن 18 مليون و500 مليون إنسان بالقرن الأفريقي في حاجة ماسة إلى مساعدات عاجلة. هناك المزيد من المعلومات وكثير من الأرقام التي توضح حجم هذه المأساة، خاصة في دولة أفريقية عربية هي الصومال، وبها أغلبية مسلمة، ونحن نقترب من الشهر الكريم شهر رمضان. معنا في الاستوديو للحديث عن هذا الموضوع شيخ عايد القرني، المدير مؤسسة راف للأعمال الخيرية، عائد القحطاني مدير مؤسسة راف للأعمال الخيرية، والأستاذ محمد نور محمد المواطن الصومالي المقيم في قطر والذي يتابع شأن بلاده بشكل مكثف. ولكن نبدأ بهذه الصور التي توضح حجم المعاناة في الصومال وفي القرن الأفريقي. الله المستعان. دولة التلزمة كان أقول أرديس وين يرسو والله ما كيسيا ما هي أولادك لما يمصورها تنده كنا إذا تابعنا هذه الصور، وأبدأ مع محمد. يعني كيف تتابع هذه الصور من بلدك من الصومال
ويعني كيف ترى موقف الدولي والموقف العربي الإسلامي إزاء ما يحدث في دولة عربية إسلامية تواجه كارثة طبيعية تهدد الأطفال والأسر والنساء مع اقتراب وحلول شهر رمضان؟ أولا أبلغ تعزيي لإخوتي في الصومال، وأن أسأل الله أن يخفف عليهم آمين. ويخفف على جميع المنكوبين في العالم. وأشكر جميع الهيئات الإنسانية سواء منظمات إسلامية أو غير إسلامية أو دولية أو غير دولية على الجهود اللي تقدمها للصومال. ولكن هل الجهود هذه كافية أو غير كافية؟ هنا السؤال. الصومال تعاني مش من اليوم ولا سنة ولا سنتين، تعاني من 20 سنة. نعرف أول شيء، أنا ودي أوضح المشكلة. الآن في مجاعة، نعم، كمبنى قاعد يحترق الآن، لازم نطفي هذا المبنى، ولكن لازم نسأل وقفة، لأن لو ما عرفنا سبب المشكلة هذه اللقاطات تعتبر مسكنات وليس حلول جذرية للمشكلة. مشكلة الصومال بدأت من سقوط النظام سياد بري عام 1991. سقط مع النظام الأمن، سقط مع البيئة، سقط مع الصحة، سقط مع التعليم، سقط مع الاستقلالية. بلد الصومال للعلم دولة غنية في الموارد الطبيعية، في الثروة الحيوانية، في الثروة السمكية. بحار الصومال تنهب ليل نهار من قبل شركات أجنبية. عندنا 8 مليون هكتار صالح للزراعة، 2% من الأراضي الصومالية فيها ماء، عندنا نهرين في شبيلة وجوبة. مشكلة الصومال مفروض عندنا على تقرير الأمم المتحدة الصومال فيها بحر من النفط والغاز. الفارق في المشكلة اللي الصومال وقعت في مستنقع، غرقت بعد النظام. مشكلة الصومال عدم وجود حكومة ذات سلطة على الدولة. مساحة الدولة 6037 كيلومتر. السلطة الحكومات المؤقتة توالت على بعد سقوط نظام سياد بري 5 حكومات توالت على السلطة، ما قدمت أي شيء، فشلت. ودليل فشلها اللي نشوف الصومال المفروض تكون دولة تقدم مساعدات وليس دولة تأخذ مساعدات. نعم، يعني معروف أن كثير من دول أفريقيا بشكل عام هي دول مليئة بالخيرات وبالموارد، ولكن الظروف السياسية وكما ذكرت أطماع الغرب أحيانا تعوق ذلك وربما تستأثر بخيرات هذه البلاد لصالحها. وكما شاهدنا يعني اليوم في اجتماع أو بالأمس في اجتماع منظمة الزراعة والأغذية في روما يعني تم الإخفاق في الوصول لخطة لاحتواء هذه الأزمة، ووصف ذلك بأنه سيكون يعني أسوأ كارثة في هذا القرن، والفشل الأكبر أيضا في هذا القرن لو بالفعل لم يتم احتواء ذلك. انتقل إلى شيخ عائض القحطاني مدير مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية راف. شيخ عائض، اليوم قرأنا في الصحف أن مؤسسة راف قدمت نحو 100 مليون طن تقريبا مساعدات إلى الصومال. يعني هذه هل هي تعد نقطة في بحر أم أنها بالفعل يمكن أن تقدم شيء للصوماليين؟ نعم، أولا بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الكريم محمد عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكر الجزيرة المباشرة على هذه الإطلالة وهذا الموضوع المهم جدا والبالغ في الأهمية حقيقة، خاصة ما يتعرض له أكثر من 11 مليون مسلم في الصومال وكينيا وعدد من الدول الأفريقية المجاورة له، لكن لعل الأبلغ والأكثر أثرا في المأساة في الصومال الشقيق. الحقيقة القافلة القطرية التي أطلقتها راف وانطلقت وهي الآن تجوب في الحدود بين كينيا والصومال برفقة مجموعة من القيادات في مؤسسة راف، بدأت في حملة أولى وهي عبارة عن 100 طن، حقيقة عبارة عن قطرة في بحر حقيقة بالنسبة للمأساة التي وجدوها الآن ويشاهدونها. يذكر الأخ خالد وليد الحمادي وهو مسؤول الإغاثة والاستجابة للكوارث في راف أن الذي قدمت راف هو جزء يسير من المساعدات التي استطعنا أن نجمعها وأن نقدمها من خلال مؤسسة راف، تشمل مجموعة من الاحتياجات الأولية التي يحتاجها اللاجئون على الحدود بين كينيا والصومال. هناك أكثر تقريبا من نصف مليون يصل إلى مليون، بل يقولون بتقديرات نظرية وليست عددية أن أكثر من 1.5 مليون ينتظرون الآن الحدود وينزحون من الصومال جهة كينيا. وكذلك الوضع في كينيا أيضا
ليس بالأفضل حالا من هو في الصومال. الحدود الصومالية الكينية تشهد مأساة عظيمة، هناك أطفال يموتون في لحظات، هناك أسر بأكملها تموت في قارعة الطريق. ثلث الأطفال معرضون للموت جوعا. هناك أكثر من 2.5 مليون طفل معرضين للموت إن لم يكن، وهذا إعلانات الأمم المتحدة وكذلك إعلانات اليونيسيف، يعني تقول اليونيسيف أنها أكثر